قوم يا حماده، قوم يا حماده، طلع الفجر وطفح الكيل يا حماده. انا مش عارف ايه اللي كان بيحصل النهارده في الملعب. الواحد كان هيجي له نقطه وهو بيتفرج على الماتش. الواحد قاعد بيتفرج على الماتش والدنيا بتلف بيه. انا دخت في الماتش باللي بيحصل من حاجات والله العظيم بديهيات كره القدم ما هي موجوده في المباراه. انت لازم بتفكر في دور 32 نازلين مباراه ايران. لا انا بقول لك ايه، احنا اسبانيا كسبت فخلاص احنا كده خلاص ضمننا الصعود فنازلين بارتياحيه. في بعض اللعيبه كانوا مريحين احنا كده كده صاعدين. نازل كل تفكيرك مش في ماتش ايران اساسا. كل تفكيرك ان انا معاه عندي مروان عطيه معاه انذار اصفر فانا خايف ياخد الانذار الثاني ده انا هريحه. مريح ياسر ابراهيم علشان تامن حالته البدنيه علشان الماتش اللي جاي. طب انت ماتش ايران اللي ممكن كانت هتطلع ثالث وانت كان ما بينك وبين الثالث لو ربنا كرمك بالفار. فانت برضه اللي اتكلمنا فيه ان انت مش عايز تلعب على الاول برضه، مش نازل تلعب ان انت عايز تكسب المباراه. لا انت مش عايز تكسب المباراه. واللي يقول غير واللي يقول لا كان عايز يكسب المباراه، ازاي كان عايز يكسب المباراه؟ بالتبديلات دي كان عايز يكسب المباراه، بالتشكيله دي كان عايز يكسب المباراه. تعالى بس انا هقول لك كذا نقطه، كذا نقطه مش هطول عليك في الفيديو. هتعرف ان كوارث اداره المباراه من اول ماتش بلجيكا خالص هي اللي النهارده خلته يدفع الثمن ده كله. ان انا ابدا 4 2 3 1 لعبت بالاربعه، ريحت ياسر ابراهيم نزلت محمد عبد المنعم. طيب انت كمشاهد او كمتابع لكره القدم، محمد عبد المنعم اللي حالته البدنيه ما تسمحش ان هو يشيل مباراه كامله. محمد عبد المنعم اللي انت بتنزله في اخر ثلث ساعه بتامن بيه، بتلعبه في مباراه من اولها حالته البدنيه مش شايلاه وده كان واضح. ارتكب ضربه جزاء واتصاب، ما قدرش اصلا يكمل المباراه. خسرت لاعب، خسرت تبديل بدري، خسرت تبديل بدري وخسرت لاعب. محمد عبد المنعم لو كنت استمريت انك تديله في اخر المباراه تلت ساعه وربع ساعه كنت هتستفيد بيه في المباراه. محمد عبد المنعم لاعب امكانياته عاليه، حرقت اللاعب اتركب، خسرت التبديل، خسرت قيمه لاعب كبير زي محمد عبد المنعم. وفي الاخر نزلت ياسر ابراهيم برضه، يعني في الاخر ياسر ابراهيم برضه نزل برضه في نص الملعب. مريح مروان عطيه علشان ما ياخدش الانذار الثاني ويغيب عن دور 32 ومنزل مكانه محمود صابر. محمود صابر اول ماتش ليه في كاس العالم بينزل، كتر خيره. انا بقول لك اهو كتر خيره. الراجل احرز هدف والراجل كان بيلعب على قد ما كان امكانياته بتسمح بيلعب، لكن باين خالص قله الخبره ولا باين خالص قله التمركز وباين خالص انه تايه شويه في الملعب. ومش عشان هو وحش، عشان هو برده ما عندوش حساسيه المباريات. هو اصلا اول ماتش يلعبه كاس العالم، فانت جايبه كده حاطه في نص الملعب. طيب هل انت مش ممكن كنت تنزل حمدي فتحي؟ نزل حمدي فتحي يلعب مكان مروان عطيه علشان معاه انذار. فانت هتيجي تقول لي ايه يا عم حمدي فتحي مصاب؟ هقول لك طب تعالى بقى، حمدي فتحي مصاب ليه؟ حمدي فتحي مصاب، حمدي فتحي مصاب علشان انت في ماتش بلجيكا خالص لعبت دفاع كنت مريح رامي ربيعه. بص انت بص المشكله جايه لك منين. انت بص انت اصلا الدنيا لفت بيك كلها بسبب النقطه دي، ان انت بادي في ماتش بلجيكا بحمدي فتحي دفاع وبتلعب بمروان عطيه ومهند لاشين. جيت بعد كده امنت برامي ربيعه في اخر الماتش. بعد كده جيت المباراه اللي فاتت الثانيه بدات برضه بحمدي فتحي. طيب لو حمدي فتحي ده ما كانش اتصاب انت كنت هتنزل رامي ربيعه؟ في اصابه حمدي فتحي وطلوعه خلتك برضه خسرت لاعب زي بامكانيات حمدي فتحي ونزلت رامي ربيعه. والله لو ما كنت نزلت رامي ربيعه قدام ماتش نيوزيلندا لعب قدام كريس وود كنت خسرت الماتش. فانت حرقت حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي انت لاعب كنت تستفيد بيه النهارده في نص الملعب، لا هو مش موجود، مصاب. بسبب ايه؟ بسبب ان انا لعبت بيه في ماتش بلجيكا قلب دفاع ولعبت بيه في ماتش نيوزيلندا قلب دفاع، فالراجل اتحرق فاتصاب، فبالتالي هو موجود بره على الدكه مش قادر يلعب اصلا في مركزه اللي هو نص ملعب. وعندي مروان عطيه اللي معاه انذار مش عايز اجازف بيه، فانت اصلا اقوى اثنين في نص الملعب عندك مش بيلعبوا. بسبب ان انت اداره المباريات اصلا من الاول ما كانتش على ما يرام. نازل محمود صابر اول ما الشوط الاول خلص وانت خدت، مش انت لوحدك خدت بالك ولا انا، مصر كلها خدت بالها ان محمود صابر مقصر في نص الملعب بحكم ان هو اول مباراه. جيت عملت اول الشوط الثاني بدا كان مروان عطيه بيلبس بره. ما خلاص بقى، ما هو باين فجوه مروان عطيه، نزلت مروان عطيه، الكفه اتوزنت شويه، لعبنا. في حاجه مش فاهمها انا في حاجه انا مش فاهمها.
بجد بجد للناس اللي بتفهم كوره يا جماعه، بص في قائمه منتخب مصر، بص عايز تبص في القائمه بتاعت منتخب مصر، مين راس الحربه الصريح، راس الحربه اللي هو بيلعب هنا، اللي هو بيلعب جوه الصندوق، وضرب لاعبين بس، مصطفى زيكا وحمزه عبد الكريم، هم دول الاثنين بيلعبوا جوه الصندوق. انا مش بتكلم ان تريزيجيه بيعرف يلعبها، ومش بتكلم ان مرموش بيعرف يلعبها، ومش بتكلم ان محمد صلاح بيعرف، ماليش دعوه. الناس دي مراكزها الاساسيه مش جوه، الناس دي مراكزها الاساسيه كلها بره، بره ال 18. مين بيلعب لك جوه الصندوق؟ اثنين، مصطفى زيكا وحمزه عبد الكريم. طيب شيل حمزه عبد الكريم كده من في جنب، علشان انت اصلا مش بتبدا بيه. ده حمزه عبد الكريم انت مش هتعتمد عليه عشان خبراته وصغير في السن والسهاله اللي احنا عارفينها دي كلها، هتنزله في اخر المباراه، في اخر 10 دقائق ربع ساعه زي ما بيحصل كل ماتش. فبالتالي انت معاك مصطفى زيكا لاعب امكانياته كويسه جدا. انت مصطفى زيكا بتلعبه فين؟ بتلعب مصطفى زيكا فين؟ مش بتلعبه هنا، انت مصطفى زيكا بتلعبه هنا، بتنزله بتلعبه هنا وتحت، بتلعبه تحت ال 18، وبتطلع محمد صلاح هنا، وتطلع مرموش وتريزيجيه. طيب انت دلوقتي الناس دي مش هتلعب لك براسها، فده فضى، المنطقه دي بقت فاضيه بالنسبه لك، فانت مش هتعرف تعمل لاوفرات ولا هتعرف تعمل عرضيات. كل تفكيرك ان انت عايز تشوط من بره، كل تفكيرك ان انت عايز تخترق من الجنب، ده كل تفكيرك، عايز العب من الجنب، عايز اخترق من الجنب، عايز ادخل من الجنب، وعايز اشوط من بره. لكن انك تروح تعمل اوفر، مش هتلاقي حد اصلا جوه ال 18، ما فيش. ما انت اصلا مصطفى زيكا بتلعبه لي في الطرف وبتلعبه لي تحت ال 18، فانت كل اعتمادك على سرعات مرموش وسرعات صلاح واختراقات تريزيجيه واختراقات اللعيبه من الجنب عشان يشوطوا من بره. فانت مفتقد القوه بتاعتك داخل ال 18 اصلا، فحبيت تعدلها شويه، يعني انت حبيت تعدلها، جيت منيلها اكتر في الشوط الثاني، فتسحب امام عاشور تسحبه وتنزل مين؟ وتنزل مرموش. طيب انا عايز اعرف حاجه، هو لما يبدا امام عاشور يا جماعه بيلعب هنا، امام عاشور بيلعب هنا اهو، وبنزل لي مرموش، طلعت امام عاشور، مرموش نزل لعب هنا برضه، وجيت جايب محمد صلاح هنا ومطلع زيكا هنا، ما كملناش 10 دقايق جيت انت ساحب محمد صلاح ومنزل زيزو، فاللعب كله بقى مترحل في ناحيه واحده يا جماعه، اللعب كله بقى مترحل في ناحيه واحده، فجوه، شوارع مفتوحه. فانت لا انت اللي خليت محمد صلاح اللي يصنع لك الفارق، ولا انت اللي خليت اللعيبه تلعب في مراكزها الطبيعيه، ولا انت اللي خليت كل لاعب يلعب براحته، ومطلع برضه صلاح وامام عاشور زي ما طلعتهم في ماتش بلجيكا بتطلعهم في ماتش ايران. ده كله بيثبت لك حاجه واحده، انت لو عايز تكسب هتطلعهم، والله ما هتطلعهم. بأمارة ان انت في ماتش نيوزيلندا ما طلعتش صلاح وما طلعتش امام عاشور، ده انت دعمت عليهم. لكن انت بتلعب ماتش ايران، انت ما انتش عايز، انت بالنسبه لك لما جه فكره التعادل، انا اهم حاجه اطلع بالخمس نقط، اهم حاجه اطلع ان الترتيب ما يتهزش. فضلت مستحوذ، نزلت اللعيبه دي كلها عشان تمسك الكوره، كترت نص ملعب طحن عشان تمسك الكوره وتفضل تباص وتستحوذ على رتم اللعب. وانت بقى مستني ايه؟ انت مستني فرج ربنا على فكره، انت في الماتش مستني فرج ربنا، مستني مرموش ربنا يكرمه بشوط عشان هو كورته حلوه بيعرف يشوط، سرعات تريزيجيه، سرعات زيزو. بالصدفه بالنسبه لزيزو لما تيجي تطلع صلاح، نزل واحد يقوم بنفس الوظيفه. انت منزل احمد مصطفى زيزو، انا مش عايز اقلل من حد، بس يا جماعه هو مش في احسن حالاته. ابراهيم عادل ما بينزلش ليه؟ هيثم حسن ما بينزلش ليه؟ برضه زيزو انا مش عارف. ما فيش يا جماعه، انا مش شايف في امكانيات جامده انك تنزله في مباراه اصلا زي دي، والله ولا اي مباراه. في هيثم حسن لاعب جبار يا جدعان، ابراهيم عادل لاعب ما شاء الله عليه. لا انا من وجهه نظري المسؤول عن نتيجه المباراه قدام ايران، والمسؤول عن رتم اللعب قدام ايران، والمسؤول عن تكتيك اللعب قدام ايران هو حسام حسن، هو حسام حسن. سوء اداره المباريات تسببت في واحد، اصابه لعيبه جامده قوي عندك،
زي محمد عبد المنعم، زي حمدي فتحي، احمد فتوح. ما تقوليش ده هم اجهاد وكده، ما هو انت اللي ما تلعبش كل واحد مكانه، وادارتك للمباريات ما كانتش على احسن، ما كانتش احسن حاجه. وده اللي صدر على النتيجه بتاعتك، ان انت طالع تاني مجموعه بستر ربنا، وراح تلعب استراليا ولعبتك الجامده مصابه. مهند لاشين، يا مهند حاولي بس يا عم العب كوره يا عم، فكك من اللي انت بتعمله في حاجات، اقسم بالله انت بتغلط غلطات ما حد بيغلطها. بتلعب طول الماتش كويس قوي، وتيجي غلطه، انت غلطتك بجول، اللاعب الوحيد اللي غلطته بهدف، غلطتك بهدف على طول، سواء كان قصاد البرازيل في ماتش الودي والنهارده. انت عارف ان انت معاك انذار يا بني ادم، انت عارف انك معاك انذار والكره في رجلك، دي منظر باصه، وده منظر التحام تدخله مع الراجل، خدت انذار ما انتش موجود في ماتش استراليا بسبب عقليتك. وعلى فكره الفاول اللي مهند لاشين ارتكبه هو اللي جه منه الهدف. فلا، لا اللعيبه العقليه المصريه او اللعيبه يا جماعه ما نبالغش في الفرحه قوي عشان ما ناكلش على راسنا قوي. في النهايه الف مبروك لمنتخب مصر الصعود لدور 32. هنلاعب منتخب استراليا، منتخب مش جامد، منتخب انت احسن منه، والطبيعي انك تكسب الماتش. عشان بس ايه، انا طولت الفيديو قوي، بس الواحد محروق يا جماعه، انا محروق بجد من جوايا. الطبيعي انك تكسب ماتش الدور 32، الطبيعي انك تكسب المباراه. ماتش استراليا فرقه في مستواك واقل من مستواك كمان، الطبيعي انك تكسب وربنا يكرمك تروح دور ال 16. ساعتها بقى ساعتها نخش في الجد ونبدا ان احنا نشوف بقى ان احنا بننافس فعلا. ولو وصلت معايا في اخر الفيديو ادعم اخوك احمد معوض بلايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.